أسد برازي عضو اللجنة المركزية بالحزب الديمقراطي الكردي السوري. طبعا بدأت الأحداث السورية نتيجة ظروف معينة، ظروف موضوعية فرضت نفسها، أدت هذه الظروف إلى حراك سياسي داخل المجتمع السوري. طبعا هذا الحراك تطور بالبداية، بدأت بإرادة شعبية، لكن لاحقا انحرف هذا المسار وتم استغلاله من قبل كثير من القوى، والذي غاب بالدرجة الأولى عن هذا الحراك هو الشعب السوري. تتجسد في خيار، في رؤية سياسية. هذه الرؤية طبعا تمثلت في مؤتمر إرميلان الذي انعقد في 16-17 آذار، وهذا المؤتمر طبعا مؤتمر مهم. أهمية هذا المؤتمر يأتي طبعا بتحديد خيارات روجافا. ما هي خيارات روجافا؟ ما هي خيارات مكونات روجافا؟ هذه الخيارات تم الاتفاق عليه أن يكون شكل سوريا المستقبلي هو الفيدرالية، مستقبل سوريا بالفيدرالية. وللأسف البعض يفهم مفهوم الفيدرالية أنه مفهوم انفصال، يعني الفيدرالية ليست انفصال. كثير من دول العالم، كثير من النماذج الموجودة في العالم فيدرالية، يعني مثلا النموذج الأمريكي فيدرالي، ودول أوروبية كثيرة فيدرالية. لم نرى هذه الدول انقسمت، لكن مكونات هذه الدول الكل رأى نفسه شريك في هذه الدولة. إذن هذا نموذج إيجابي، وهو نموذج مجرب يعني في كثير من دول العالم. فلماذا لا يكون في سوريا أيضا نظام الفيدرالية؟ النظام الفيدرالي طبعا مكونات هذا النظام الفيدرالي أو هذا الإقليم الفيدرالي الكل سيكون له رأي وله كلمة ويشارك في صنع القرار في هذا الإقليم الفيدرالي. فلماذا لا يكون هذا النظام الفيدرالي هو النظام الأنسب الذي يجب أن يتحقق في سوريا، خاصة بعد 5 سنوات من هذه الأزمة ودخلنا العام السادس. عملية العودة إلى النظام المركزي عملية صعبة جدا، لدرجة كونه النسيج الاجتماعي تفكك. هناك كثير من العوامل السياسية، وهناك كثير من الأمراض التي لم تكن موجودة في المجتمع السوري ظهرت في المجتمع السوري نتيجة هذه الأزمة. فالحالة الأفضل الأنسب ليس فقط لروجافا، حتى لسوريا كاملة، هو النظام الفيدرالي. المكونات عموما طبعا بالنسبة للمكونات في الحالة اللامركزية رأينا كيف كان الوضع. الكل كان يشتكي، الكل أصبح يعيش حالة اغتراب في المجتمع السوري. لكن رأينا في مؤتمر إرميلان حضور كافة المكونات من عرب وكرد وأرمن وشيشان وسوريان، وكان القرار قرار عام لكافة هذه المكونات. الفيدرالي طبعا مشروع جيد، خاصة في نقطة أساسية، نقول كل المكونات ستحصل على حقوقها ضمن هذا المشروع، لأن هذه الفيدرالية ليست فيدرالية بمفهومها القومي، ليست فيدرالية ببعدها القومي. هذه الفيدرالية هي فيدرالية مجتمعية، فيدرالية ذات بعد مجتمعي أكثر ما يكون ذات بعد قومي.